تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخبين المصري والأرجنتيني في دور ال16 من كأس العالم 26. ليس فقط لقيمة المباراة وأهميتها، بل لأنها ستشهد صداما استثنائيا بين اثنين من أعظم نجوم اللعبة في العصر الحديث، محمد صلاح وليونيل ميسي. لذا بعد أن تأكد تأهل المنتخبين، أولت الصحافة العالمية اللقاء اهتمام واسع واعتبرته أحد أبرز عناوين الأدوار الإقصائية. وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي لكأس العالم بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، فيما بلغ نظيره الأرجنتيني الدور ذاته على حساب منتخب الرأس الأخضر وفوزه عليه ب3 أهداف لهدفين، ليضرب المنتخبين موعد في دور ال16 يوم الثلاثاء القادم في 7 مساء بتوقيت القاهرة. ماذا قالت الصحافة العالمية عن مواجهة ميسي وصلاح؟ شبكة سبين قالت: صلاح يمتلك القدرة على صناعة إنجاز جديد. وأكدت شبكة سبين أن الثقة التي يتمتع بها محمد صلاح كانت السلاح الذي قاده من لاعب لم يفرض نفسه في بداياته مع تشيلسي إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، مشيرة إلى أن هذه الشخصية ظهرت بوضوح خلال الفوز التاريخي على استراليا الذي منح مصر أول تأهل إلى الأدوار الإقصائية في تاريخها. وأوضحت الشبكة أن مواجهة صلاح مع ليونيل ميسي ستكون واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة، معتبرة أن الأرجنتين تبدو المرشح الأبرز للتأهل، لكن صلاح يمتلك القدرة على قلب التوقعات وصناعة إنجاز جديد يخلد اسمه في تاريخ الكرة المصرية. أما صحيفة ذا أتلتيك قالت: أسطورة جديدة في مواجهة ميسي. ووصفت صحيفة ذا أتلتيك مواجهة مصر والأرجنتين بأنها صدام بين أسطورتين، بعدما عنونت تغطيتها بعبارة: أسطورة أخرى تأهلت إلى دور ال16، صلاح ضد ميسي. وأضافت الصحيفة أن تأهل الأرجنتين على حساب الرأس الأخضر مهد للمواجهة التي كانت تنتظرها الجماهير، معتبرة أن صلاح وميسي سيكون أبرز عناوين دور ال16. أما صحيفة ذا تايمز قالت: أحد أبرز مواجهات الدور الإقصائي، حيث أشارت الصحيفة البريطانية أن المنتخب المصري حقق إنجاز تاريخي ببلوغ دور ال16 لأول مرة بعد الفوز على استراليا بركلات الترجيح. وأكدت الصحيفة أن اكتمال مواجهة مصر والأرجنتين يجعل المواجهة واحدة من أكثر لقاءات ثمن النهائي جذبا للاهتمام، لما تحمله من صدام مباشر بين محمد صلاح وليونيل ميسي قائدي المنتخبين. أما صحيفة ذا جارديان قالت: صلاح وميسي والقصة الأكثر إثارة. ورأت الصحيفة ذا جارديان أن احتمالية مواجهة محمد صلاح وليونيل ميسي كانت واحدة من أكثر القصص إثارة حتى قبل اكتمال مباريات دور ال32. وأوضحت أن تأهل مصر جعل هذا السيناريو واقعا، معتبرة أن وجود محمد صلاح قائد للفراعنة في مواجهة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين يمنح المباراة استثناء يتجاوز حدود المنافسة التقليدية. أما وكالة رويتر فقالت: الموعد المنتظر أصبح حقيقة. وذكرت وكالة رويتر عقب تأهل مصر أن الفوز التاريخي على استراليا فتح الباب أمام مواجهة محتملة مع الأرجنتين في دور ال16. وبعد فوز الأرجنتين على الرأس الأخضر أكدت الوكالة أن الصدام أصبح رسمي، ليشهد المونديال مواجهة مرتقبة تجمع بين اثنين من أكبر نجوم كرة القدم في العالم، محمد صلاح وليونيل ميسي.